صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتسمعوني. حبايبي اصحاب برج العذراء. بنشوف طاقتنا النهارده لنهاية شهر يوليو 2025. بسم الله الكاشف. العذراء، يعني اول نصيحة هناخدها معانا، ياريت نخلي ثقتنا بنفسنا كبيرة عذراء، ويا ريت ما نكررش الكلمة اللي دايما على لساننا: انا ما عنديش حظ، انا حظي قليل، انا مش محظوظ. لا بالعكس، ده حظك كبير ان شاء الله، وباذن الله ان بعد العسر يسر. فيا ريت نجذب الطاقة الإيجابية لنفسنا، ونجذب السعادة والحظ الكبير من كلامنا. من كلامنا أقداركم تؤخذ من أفواهكم، فإن شاء الله خير. الأيام الجاية بإذن الله فيها لينا انفراجات وفي شفاء من طاقة سلبية. بس في حاجة عايزة أقولها لك يا عذراء، يمكن أنت مش واخد بالك منها. حتى أنت لو لاحظت إن هتلاقي عندك الفترة دي فيها ركود، أو هي من فترة طويلة. عندك في امرأة شرسة من أبراج هوائية. الأبراج الهوائية دلو، جوزاء، ميزان. دي عاملة لك طاقة سلبية شيطانية، موقفة بيها حالك، فبالتالي عندك قيود وطاقة شيطانية، وعندك ركود، وعندك حزن دايما، وضيق في الرزق، وواقفة حال في كل حاجة تخص حياتك. بس سبحان الله يعني عندك فرج وفك القيود دي من عند رب العالمين، وفي انفراجات جاية لك بعد إشارتين أو يومين أو أسبوعين، وممكن تكون بعد شهرين، والله أعلم. برج العذراء، عندك خبرين حلوين هتسمعهم إن شاء الله. بس انت في الحالة اللي انت فيها، أو في المرحلة، أو في الفترة دي، انت في غفوة وفي ركود من فترة طويلة قوي. بس الشفاء بإذن الله جايلك من رب العالمين. في ممكن يكون بعضنا حاسس ان في طاقة مش كويسة مسيطرة عليه، او هي السبب في وقف الحال. وفي مجموعة من العذراء لا، مش بيحطوا دماغهم في الحاجات دي، او مش بيعتقدوا فيها، او مش بيؤمنوا بيها، او مش مركزين بمعنى اصح. بس بسبب صبرك على كل اللي انت شفته، عشان انت شفت كتير جدا، بإذن الله إن شاء الله يعني الشفاء هيجيلك من عند ربنا، وفك الكرب ده من عند رب العالمين بإذن الله. ويا ريت يا عذراء نترك الماضي ونركز على الحاضر والمستقبل. لأن انت طبعا كنت بتتعامل مع أشخاص أنانية، أشخاص بتحب نفسها وبس، تفكر في نفسها وبس. فيا ريت نسيب الماضي بكل حاجة راحت فيه، وكل حاجة رحلت مننا فيه، فكل خير ربنا بيجيبه لنا الحمد لله. برج العذراء، انت كان في موضوع انت كنت ماشي فيه بس ما كملتش، بس يا ريتك تكمل يا عذراء، لان عندك في الموضوع ده في تعويض خسارة. سواء الموضوع ده بقى موضوع عاطفي، او موضوع شغل، او بيزنس، او اي حاجة انت كنت ماشي فيها وبدأتها بس ما كملتهاش. فنصيحة الكون والطاروت بتقولك لا كمل، علشان التكملة دي او الموضوع ده فيه تعويض خسارة ليك. برج العذراء، انا شايفة ان انت في حالة انتظار. ممكن تكون منتظر شخص يعترف لك بمشاعره، او في ارتباط روحي بينك وبين الشخص ده يا عذراء. انا عارفة ان انت من الصعب ان انت تدي ثقة تاني لناس، او تبدأ حياة تانية، لان البعض من مواليد العذراء والاغلبية العظمى منهم اتعرضوا لخذلان وتعب نفسي وضغوط على كافة انحاء كل حاجة تخصك، سواء ضغط مالي، ضغط شخصي، ضغط عاطفي، ضغط عملي. كل حاجة العذراء بصراحة يعني هو اتدمر الفترة اللي فاتت، او بقاله سنين. بس ان شاء الله بإذن الله فرج ربنا جاي.
فالمطلوب منك ان انت تتحرر من خوفك وتحب نفسك، وتبص بنظرة إيجابية ليك وللظروف المحيطة والأشخاص الجديدة اللي هتدخل حياتك. يعني بلاش النظرة التشاؤمية، بلاش عدم الثقة، بلاش ان احنا نحكم على الاشخاص الجديدة علشان القديم كان بيعمل فيا واحد اتنين تلاتة. لا طبعا، الناس مش زي بعضها، والظروف مش زي بعضها، فاكيد ربنا لازم يعوضك باذن الله. برج العذراء، احنا قلنا ان انت منتظر اتصال مهم، في اخبار حلوة جاية لك منه. وبالنسبة لأنثى العذراء، في ضيوف قادمين إليكي، يعني ممكن تكون في خطوبة وترسيم علاقة بأمر الله. طبعا الأمور المادية هي اللي بتهمك قوي الفترة دي، يعني ممكن يكون برج العذراء وبالذات الرجال يعني موقفين نقطة العاطفة خالص، ومركزين قوي 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 على الأمور المادية، وبتدعي ربنا ليل نهار انه يحصل حاجة حلوة ليك. يعني عايز تشتري عربية، عايز تشتري بيت، عايز تدخل في مشروع، فبإذن الله دعوتك مجابة بأمر الله، بأمر الله. بالنسبة للعاطفة كشكل عام، في أشخاص طبعا بيدخلوا حياتكم بس للتسلية، وانت طبعا قلبك موجوع ومكسور من الماضي، فانت مش ناقص، يعني انت اللي فيك مكفيك. فالاشخاص اللي داخله حياتك داخلين للتسلية فقط. طبعا انت هترفض ان انت تدخل في اي علاقة في الوقت ده، لان انت عارف ومتأكد ان هما داخلين ليه، ايه هدفهم من دخولهم في العلاقة دي معاك. بالنسبة للمرتبطين من برج العذراء، انت تعبان في العلاقة دي، الشريك اللي معاك انت شاكك فيه في امر ما، او واجهته بحاجة هو عملها تعبتك نفسيا او ضايقتك، بس للأسف الشخص او الشريك التاني بينكر اللي هو عمله. او ممكن تكون شخصية شريكك هي مش مريحاك، او مش مناسبة معاك، او ممكن تكون شخصيته ضعيفة، فانت ما بتحبش الشخصية الضعيفة، او ما بتعرفش تتعامل مع الشخصية الضعيفة. فانت هتاخد جنب منه، او ممكن تتكلم مع شخص قديم او ليك صديق قديم ممكن تدخله في الموضوع، بس مش هتدخله طرف او حكم، لا انت هتدخله كصديق، وان انت تحكي له او تشتكي له من الشريك اللي معاك. ده للمرتبطين. فان شاء الله باذن الله الامور تبقى كويسه وربنا يستاهل الحال بامر الله. وبالنسبه للمنفصلين، عندك رجوع من الماضي، اي حد منفصل من برج العذراء في عنده طاقة رجوع من الماضي، ممكن يكون اسد او حوت او قوس. بالنسبة للمرتبطين، انت الشخص الماضي اللي هيجيلك او الشخص الصديق ماضي، انت ممكن تلجأ له عشان تدخله او تحكي له وتشتكي له من شريكك. ده بالنسبة للمرتبطين، انا اسفة، ده هيبقى من برج اسد. وبالنسبة للمنفصلين عندكم رجوع من الماضي، الطاقة اللي ظاهرة قدامي أسد أو حوت أو قوس. بتمنى ليكم تكون القراءة أفادتكم واستمتعتوا بيها، وإن شاء الله كل الخير يجيلكم وكل الشر يبعد عنكم بإذن الله، وربنا يطبطب على قلوبكم ويجبر بخاطركم. أشوفكم إن شاء الله في قراءة جاية. باي باي.